إسبانيا. تم اجتماع نواديبو ثلاثي بين الجزائر وموريتانيا والمغرب على أساس توحيد الصف ضد أسبانيا، ولكن الجزائر لم تكن واضحة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في نواديبو، وأخذت تناور في الأمم المتحدة. بعد الاستقلال بفترة من الزمن، طالب الملك محمد الخامس وابنه الأمير مولاي الحسن بالأصل المغربي لمنطقة الصحراء، كما ادعيا أن موريتانيا تنتمي إلى المغرب الكبير. تشير الوثيقة الفرنسية الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر أيلول عام 1958 كان قد بعث بها السيد بارودي سفير فرنسا بالرباط إلى السيد كوف دي مورفيل وزير الخارجية الفرنسي. جاء فيها إن مؤتمر موريتانيا والصحراء بدأت محادثات سرية مع الحكومة الإسبانية، كما أن المغرب قدم مطالبه أثناء كل المؤتمرات واللقاءات العالمية التي حضرها، وجرى تقديم طلب انسحاب الاحتلال من المنطقة التابعة للمغرب إلى الأمم المتحدة. وقد أزعج هذا التصرف الإسبان كثيرا، إذ إنه لطالما اعتبرت الحكومة الإسبانية والجيش الإسباني تحديدا هذه المنطقة خاضعة لسيادتهم. في هذا السياق جاءت فكرة أن نقيم محور مغربي موريتاني على أساس أن الصحراء نسترجعها نحن الاثنان ونتقاسمها أو نتقاسم استغلالها. وهناك من كان يرى في هذا تنازل لموريتانيا، ولكن كانت الحكمة تقول أنه من الأفضل أن نكون نحن وموريتانيا شريكين في هذه العملية، على أن نترك موريتانيا تتحالف مع الجزائر ومع إسبانيا ونصبح نحن معزولين. وأخذ يعمل في اتجاهين: اتجاه تكريس الاتفاق مع موريتانيا وتوطيد التفاهم المغربي الموريتاني ضد اسبانيا، والاتجاه الاخر هو مراودة اسبانيا على ان تحل المشكلة مع المغرب وموريتانيا. نهاية أكتوبر تشرين أول من عام 1974 وقعت المغرب وموريتانيا مع أسبانيا في مدريد اتفاقية سرية لاقتسام الصحراء الغربية، وينسب في بعض المصادر إلى بلعيد عبد السلام وزير الصناعة في حكومة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قوله إن الملك الحسن الثاني اتصل بالرئيس بومدين ليبلغه توصله مع الرئيس الموريتاني مختار ولد دادة إلى اتفاق غير معلن يقضي بتقسيم الصحراء، وأن بومدين رحب بالفكرة. استدعى بومدين الرئيس ولد دادة إلى كولوم بشار، وكان جدول الأعمال يحتوي على نقطة واحدة: تهديد المختار ولد دادة بمصير غير معروف في حالة إذا ما استمر في هذه العلاقات مع المغرب. بعد توقيع اتفاقية تقسيم الصحراء نهاية أكتوبر تشرين أول من عام 1974 بين المغرب وموريتانيا وأسبانيا، بدأ المغرب بالتحضير لمفاجأة ستغير معالم المنطقة.
ففي 16 من أكتوبر تشرين أول من عام 1975 دعا الملك الحسن الثاني لبدء التعبئة السلمية التطوعية لاستعادة الأراضي الصحراوية، وهكذا خرج حوالي 350 ألف مغربي من كل المدن المغربية باتجاه الصحراء فيما سمي بالمسيرة الخضراء. غير أن الأمور تغيرت في العام 1975 إذ كانت مفاجأة كبيرة تنتظر وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى عودته إلى الجزائر قادما من المغرب، عندما علم أن الرئيس بومدين سيقف هو وشعبه إلى جانب جبهة البوليساريو. تشير وثيقة من الأرشيف الفرنسي بتاريخ 5 من يوليو تموز عام 1975 إلى بيان حول زيارة وزير الخارجية الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى المغرب، حيث تمت محاولة التقرب بين البلدين بعد فترات قطيعة. يشير البيان في فقرته الرابعة إلى فشل المحاولات الجزائرية التي سعت إلى زعزعة الوحدة الوطنية المغربية، وقد ظهرت هذه المحاولات من خلال موقف الجزائر من الاتفاق الموريتاني المغربي وقضية الصحراء الذي عبرت عنه الجزائر في محافل دولية كمحكمة العدل الدولية في كمبالا. بضرورة مساعدة جبهة البوليساريو. صحيح أن ذلك كان متأخرا، لكن تم بشكل فعال حين قدمت الجزائر لجبهة البوليساريو ملاذا رمزيا هو مدينة تندوف المتنازع عليها، وقدمت لها أيضا السلاح والمال، وأكثر من ذلك قدمت لها دبلوماسيتها التي كانت أكثر من رائعة في تلك الفترة. كانت العلاقة بينهما علاقة حميمية، كانوا يشكلون وحدة. تقع جبهة البوليساريو في منطقة جزائرية في تندوف، وكانت الجزائر تدعمها وتدافع عنها، وكان أبناؤها يحملون جوازات سفر جزائرية، لذلك فقد كانت هناك وحدة حقيقية بينهما. ليس بمقدور جبهة البوليساريو القيام أو القبول بأي شيء من دون الجزائر، كان ينقصها الاستقلال السياسي بالرغم من ادعاء قادتها الاستقلالية. ليس بإمكانهم القيام بأي شيء مخالف للسياسة الجزائرية الخارجية. ظهرت جبهة البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وقد أسهمت عوامل عدة في نشوئها، منها كون قادة جبهة البوليساريو من الشباب الصحراوي المغربي المثقف، إذ إنهم درسوا في جامعات، احتكوا بالأحزاب اليسارية المغربية التي إما انتسبوا إليها أو على الأقل شعروا برابط يجمعهم خصوصا في مقاومة الاستعمار الإسباني. توتر العلاقات الناجم عن قضية الصحراء تسبب بإغلاق الحدود. دعنا لا ننسى أن الجيش الجزائري دخل مقاطعة الصحراء الإسبانية القديمة ليدعم جبهة البوليساريو في معاركها الأولى، وقد كان في هذا اعتداء على الجيش المغربي، كما أن دعم الجزائر غير المشروط لجبهة البوليساريو أيضا تسبب بالعداء وإغلاق الحدود. دخلت موريتانيا في حرب ضد جبهة البوليساريو استمرت حتى الانقلاب الذي حدث عام 1979، والذي كانت قضية الصحراء سببا رئيسا به. إبان تلك الفترة تم اتفاق بين نواكشوط والرباط على اقتسام الصحراء الغربية، حيث استولى المغرب على وادي الذهب، فيما أعطى المنطقة الغربية لموريتانيا. حاولت إسبانيا التفاوض مع جبهة البوليساريو، لكن الجبهة بسبب كبريائها وغرورها وتأكدها من دعم الجزائر لها فرضت شروطا لم يكن من الممكن أن تقبل إسبانيا بها، وكانت إسبانيا مصممة على فعل المستحيل لتحول دون انضمام الصحراء إلى المغرب. كان الحسن الثاني أول من طرح فكرة الاستفتاء الشعبي، ثم أخذها الإسبان، وتم طرح هذه الفكرة لاحقا
كحل للنزاع من قبل مفوضية الأمم المتحدة التي زارت الصحراء عام 1975. بدأ الحسن الثاني انتهاج سياسة مغايرة عندما طالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وكان أول من اقترح هذه الفكرة لتقرير مصير الصحراء. ومع وصول بعثة الأمم المتحدة إلى الاستفتاء الشعبي في الصحراء الغربية المينورسو، بدأت عملية تعريف السكان ببطء شديد، وهكذا وبسبب مرور الوقت وعدم الثقة المتبادلة أصبح تنفيذ الاستفتاء مستحيلا. تم طرح سؤالين: هل هذه الأرض كانت بلا سيادة قبل أن يحتلها الأسبان؟ ثم ما هو تأثير القبائل؟ أجابت المحكمة الدولية على السؤال الأول قائلة إن تلك الأرض لم تكن بلا سيادة. أما السؤال الثاني فقد أجابت عنه بطريقة جعلت الأمور تتعقد أكثر فأكثر. إن مينورسو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء الشعبي في الصحراء الغربية وصلت إلى الصحراء لضمان عملية التعريف والمساعدة على تحقيقها والتحكم بها، وذلك كي لا تحصل أي أمور غير مرغوب فيها مع كلا الطرفين، ولمساعدة السكان والإدارة على تنفيذ الاستفتاء الشعبي. وقد حافظت هذه المنظمة على قوة موازية أو جزئية لا تزال قائمة في الصحراء والأقاليم. ولكن لنتصور أن هناك مخرجا ما لهذه الأزمة. إذا ما وجد الحل لقضية الصحراء الغربية، فهل سيختفي النزاع بين الجزائر والمغرب؟ مشكلة الصحراء الغربية بالطريقة التي يعالج بها الآن هو عائق ما في شك لتطور وحدة المغرب العربي. تصحيح المعالجة لهذا المشكل يمكن أن تكون على العكس مدخل لهذه الوحدة. إنني أعتقد أن قضية الصحراء الغربية ليست السبب الوحيد في وجود خلاف بين الجزائر والمغرب، لكن الجيد أيضا لو أن عوامل هذا النزاع سقطت الواحدة تلو الآخر، بمعنى أن تحل قضية الحدود مباشرة بعد قضية الصحراء، وأن يستبدل الشك المتبادل بثقة متبادلة. إذا كانت قضية الصحراء لم تحل ولا قضية الحدود أيضا، فضلا عن أن الحدود مغلقة، فكان المغرب العربي أحكم إغلاقه بقفل في تلك اللحظة ذاتها. ولا يمكن تصور أن تستمر هذه الحماقة المتمثلة في أن الحدود بين المغرب والجزائر مقفلة. هذه حماقة اقتصادية وحماقة سياسية. هذه الوضعية في الوقت الحاضر مكلفة لكل بلد على حدة. فقط لما يأتي الجراد يمكن أن يحصل تحالف وتكامل ما بيننا. المغرب العربي لم يتحقق، وحدته لم تتحقق بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل فيدرالي أو شكل اندماجي أو أي شكل من الأشكال. اتحاد المغرب العربي يمتلك المقومات، وعلينا أن نصبر عليه، وعلينا أن نأخذ الاعتبار في الزمن، وعلينا أن نصحح الأخطاء. مصير لوحدة المغرب العربي مؤكدة طال الزمن وأم قصر.